بص يا صاحبي، الحلقه دي اقسم بالله من اقوى الحلقات اللي عملتها من ساعه ما بدات البرنامج. فيها حاجات كتير مهمه وفيها شروط الاهلي مع موديست عشان خاطر العام الجديد. بس قبل ما ابدا اسمع الفيديو ده. عايزين يمشوني من النادي، مشوني. عايزين يمشوني من النادي، مشوني. ادوني حق. عم مصطفى. انا عايز برضه حقي. انا ما قلتش الا حقي. انا مش عايز الا حقي بس. انا ما قلتش حاجه لله. ما تروحوا يا جماعه الانتخابات، بتصوروا ايه؟ يلا يا شباب اللي بيصوروا بعد اذنكم. يلا يا جماعه الناس اللي بتصوروا يا جماعه. بعد اذنك. طيب عيب انت ولو انت عندك مشكله في شغلك وواقف عايز مرتبك هتقف تخلي حد يصورك؟ هو عايز نصوره. محدش هو مش عايز يتصور. لا اتفضلوا بعد اذنكم، اتفضلوا عند الانتخابات. اتفضلوا. احنا متعاونين ومدخلين المواقع كلها. بعد اذنكم اتفضلوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم الانس، ويلا بينا نبدا حلقه جديده من برنامج قهوه الزملكاويه. بس قبل ما ابدا الحلقه انا عايز ارد على الراجل اللي طلع يتكلم في الفيديو ده. انا عارف ان انت ليك فلوس وعارف ان انت بقالك فتره ما بتقبضش، لكن فترتك دي كانت في وجود الراجل اللي انت عمال بتطبل له وتسقف له وتقول له الاسد اهو والزعيم اهو والكلام الكتير. عمال نادي الزمالك مظلومين، ايوه مظلومين، لكن عندهم مشكله ان هم كانوا بيطبلوا للراجل اللي كان واكل عليهم فلوسهم. النهارده بعد رحيله بقى عندهم صوت ان هم يتكلموا. بس اصبروا، انا عارف ان الدنيا صعبه وعارف ان مشاكلك كتير وعارف ان انت ليك حق تاخد فلوس، بس انت سكت على الغلط كتير في وجود الراجل ده، فاستحمل عشان انت اللي سكت عن حقك في وجود الراجل. انا عارف انه ظلمك، لكن ان شاء الله اصبر، الزمالك هيتعدل وهيبقى الاحسن. بص يا سيدي بقى، بالنسبه لمهاجم النادي الاهلي الجديد موديست، اظن كل الصفحات اللي طلعت اتكلمت قايل لك في شروط الاهلي حطها قدام المهاجم الجديد عشان خاطر يفعل السنه الثانيه لما تخلص السنه الاولانيه. تعال بقى اقول لك شروط النادي الاهلي مع مهاجمه الجديد موديست عشان خاطر يجدد السنه الثانيه. طبعا كل الناس وكل المواقع الصحفيه قالت لك ان في شروط الاهلي حاططها عشان خاطر يجدد الموسم الثاني مع المهاجم الجديد. النهارده بقى والعبد اللي على القهوه الصغيره قهوه الزملكاويه جاي اقول لك يا سيدي شروط النادي الاهلي مع موديست لتجديد التعاقد. الاهلي وضع شروط قدام مهاجمه الجديد عشان خاطر يجدد السنه الثانيه، ان اللاعب يحصل على نسبه مشاركه 70% من اجمالي الماتشات اللي الاهلي بيلعبها طوال الموسم، وده حاجه سهله جدا، شروط سهله للاهلي عشان خاطر يجدد مع موديست الموسم الثاني. لكن كل ده هتعتمد على حاجه واحده، ان الراجل ربنا يبعد عن الاصابات. الراجل لو عنده اصابه ممكن تطول بيه شويه بسبب ان عامل السن كبير، لكن اللاعب كهداف وكمهاري وكفينشر كويس، لاعب اجماليا كويس، يعيبه فقط السن الكبير، وده ممكن ما يكونش مؤثر لو الراجل قدر ينسجم اسرع مع الاهلي. وبالمناسبه المهاجم ظهر النهارده في تدريبات النادي الاهلي، ودي صوره من تدريبات النادي الاهلي كان متواجد فيها موديست لاول مره. بالنسبه للصفقه، وانا قلت لك ان اللاعب يقدر يشارك قبل كده في السوبر الافريقي، وكلام النهارده اتحقق. اتحاد الكره استلم البطاقه الدوليه للاعب وهيرسلها عشان خاطر اللاعب يقدر يشارك في السوبر الافريقي قدام نادي اتحاد العاصمه الجزائري. وبالمناسبه بعثه النادي الاهلي النهارده وصلت الى الطائف استعدادا لماتش مهم جدا، نهائي السوبر الافريقي، اول اختيار او اول اختبار صعب قدام موديست لان ماتش ببطوله. وقلت لك قبل كده ان اللاعب طول مسيرته ما قدرش يحصل على ولا بطوله، والنهارده جات الفرصه ان اللاعب يقدر يسجل اول بطوله رسميه في تاريخه مع النادي الاهلي وفي مسيرته الكرويه عامه. وبالمناسبه بعد صدور البطاقه الدوليه يحق للنادي الاهلي قيد مهاجمه الجديد في القائمه المحليه والقائمه الافريقيه، لكن لن يستطيع اللاعب مع النادي الاهلي في القائمه الافريقيه الا في دوري ابطال افريقيا من دور المجموعات. الخبر الثالث معايا ان منتخب مصر النهارده بينهزم وديا قدام تونس 3-1 في اداء هزلي جدا لمنتخب مصر. منتخب تونس النهارده عمل ماتش كويس، وزي ما قال الكابتن رضا عبد اللي انا ما بقتنعش 90% من كلامه، منتخب مصر النهارده كان اول اختبار لروي فيتوريا. روي فيتوريا يا سيدي عنده نواقص كتير في الماتش ده، لكن اللعيبه اللي موجوده ما تخسرش بنتيجه 3-1 في مصر. فاهم الكلام اللي عايز اوصله لك؟ ان اللعيبه اثرت كتير، وان روي فيتوريا النهارده ما كانش ليه بصمه واضحه في الماتش. هتقول لي ليه يا سيدي؟ بقول لك لان كان عنده عناصر مهمه اللي هي عناصر النادي الاهلي رحلت عن الفريق، وده من سبب قوي يخلي منتخب مصر الصراحه يظهر بالمستوى الهزلي ده. ياثر على الاداء لكن ما يظهرش بالشكل ده. النهارده هو حتى طلع يتكلم في تصريح لو بتفهمه هتعرف ان الرياضه المصريه من سيء لاسوء.
النهارده راجل طلع واتكلم وقال لك ان انا عندي مشكله ان لعيبه النادي الاهلي مشيت، مع ان منتخب تونس عنده نفس الماتش الودي قدام منتخب مصر النهارده، والمنتخب تمسك بوجود علي معلول، وفي نفس الوقت منتخب جنوب افريقيا تمسك بوجود بيرسي تاو، وهو فعلا عنده حق. فما تجيش تقول لي كواحد اهلاوي طب ما قبل كده حازم امام ساب منتخب. يا عم احنا مش هنرجع لورا، احنا عايزين الرياضه تتطور. انا مش بقول لك ان انت ليك دعوه، لكن الرياضه المصريه عامه لازم يكون في تطور. اتحاد الكوره ساعد النادي الاهلي ان يحصل لعيبته، غلط كبير. ما ترجعش تبص ورا، انت بتطلع لقدام. انت عندك ماتش ولاعيبتك اصلا اللي في الاهلي زي علي معلول ولا بيرسي تاو لسه مكملين مع منتخباتهم. ليه طالع تجامل الاهلي على حساب مين؟ المنتخب. يعني احنا وصلنا زي ما نكون زمان كنا بنتكلم ان الاهلي بيتجامل في الدوري، كمان الاهلي طلع بيتجامل على المنتخب مصر. ما هو انت تطلع تكلمني وتقول لي اصل انت زملكاوي. يا عم مش قصه زملكاوي، انت عايز الرياضه تطور لقدام. المفروض الحاجات الغلط اللي بتحصل الاهلي والزمالك تتمنع. المفروض منتخب فوق اي شيء. جيل 2008 و2006 و2010 مع حسن شحاته كان المنتخب هو اقوى واحد عند المصريين، لا اهلي ولا زمالك. كل الناس كانت بتتجمع عشان تسمع المنتخب. احنا عايزين الرياضه تتطور، وانا بتكلم وعارف ان كلام ممكن ما يوصلش ناس كتير، بس هقول لك ان الرياضه هتخليها كده الى يوم يبعثون. اقسم بالله طول ما في ناس بتتجامل وناس عايزه كده، انت عارف انا قصدي ايه، هتتن غير مصريه زي ما موجوده قدامك، وبتطلع تتكلم تقول احنا عندنا اقوى دوري، اقوى 16 دوري اهي. قال ايه؟ احنا الدوري رقم 16 على مستوى العالم. فين يا استاذ احمد؟ فين رقم 16 فين؟ يعني ندور دوري انجليزي واسباني وايطالي، اقسم بالله لو بالدرجات بتنحسب وسط الدوري لا يبقى احنا الدوري المصري اقل درجه خالص. الالماني بكل فئاته، والايطالي بكل فئاته، والانجليزي بكل درجاته. كل الناس دي لو بتتكلم ان كل درجه دوري لوحده احسن منك مليون مره. لازم نساعد على تطوير الرياضه في مصر. انا في الحلقه دي مش عايز اطلع اتكلم كتير، لان كلامي هيطلع الناس تنتقد بشكل غبي. محدش هيطلع ينتقد بشكل موضوع ويطلع يقول لك والله انت صح في كذا وغلط في كذا. عشان كده انا مش عايز اطلع اتكلم، لان انا متضايق من الاداء ومتضايق من اخبار كتير. فمن فضلك لو اول مره تشوفني وعجبتك الحلقه تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم الانثى الاوت الزملكاويه. سلام.